طب سؤال مدام، عملك كموديل سابق. لحظة، وقفي التصوير. شو هالسؤال هذا؟ حبيبي روق شوي. حياة زوجتي قبل ما نتزوج ما بصير تتدخلي فيها. استاذ والله ما كان ما بدي اسمع ولا كلمة، عم تخليني اندم لثقتي فيكي. ما كنت عرفانة انك خجلان فيني لهالدرجة. ما تقوليني شيء ما قلته. انت قلت وتصرفت. انت بتعرفي حساسيتي بهذا الموضوع وبتعرفي شو هي ظروفي. ظروفك انا جزء منها، وانا كل هالفترة كنت معك موديل اكثر ما اكون زوجة. رشا انت عم تخبصي القصص ببعضها. لا ما انا عم خبص القصص ببعضها، انت عم تستعملني كموديل بس مانك منتبه، عم تتحكم بضحكتي، بمشيتي، بروحتي، بجيتي، بشعري، بمكياجي، بلبسي، كيف بقعد، كيف بسلم، كيف لازم احكي مع ضيوفك مشان حافظ لك على برستيجك ضمن حملتك الانتخابية. انت عم تستخدمني كموديل من شان دعايتك، بس لما بيجي شيء له علاقة بشخصيتي شو انا بحب تحتد وبتسبب لي احراج قدام العالم. طيب انا بهاللحظة ما عاد عندي ثقة فيك. رشا لا تخلي لحظة عصبية تأثر عليكي. أنا واثقة إنك ممكن تتخلى عني كرمال مستقبلك. لك يا رشا أنا بحبك، أنا بحبك. وأنا ما عاد حاسة بالأمان معك. اسمعي. ألو. أستاذ أنا تواصلت معهم وقالوا لي بمجرد طلاقك ما يتم رح يرجع دعمهم إلك. وغير هيك؟ أكيد حتخسر، فكر وخبرنا. شو عم تفكر؟ ريم. تفضل استاذ. زوجتي كانت موديل، هلا هي زوجتي وهي أطيب قلب بالعالم، أحلى امرأة بالكون. هذا الحكي بهمني يكون موجود بحملتنا الإعلامية، مفهوم؟ حاضر استاذ، انت بتؤمر. يعني القصة فيها بهدلة وحبس. ايوه أنا بعرف كيف دبرك. بتصدق انا ما بعرف كيف وافقت اجي لعندك. مبينة لأنك بتحبيني. ايه بحبك، بس انت شو؟ انت ما بتحبني. لو بتحبني ما كنت بتسحب اغلى شيء عندي. لك يا ريم بابا ما عم يوافق بشيء، ما عم بقدر اقنعه. وقلت لك انا ما فيني هلا واقف على رجلي، بدي شويه وقت. وانا قلت لك بنتظرك ومعك على الموت. ايه منشان هيك هلا نحن مثل الغرباء عن بعض. لك يا ريم انا بحبك وعم بشتاق لك وما بدي نبعد عن بعض، ما بدي احس انه نحن مثل الغرباء. عم تحس انه احنا مثل الغرباء؟ ولك معقول انت لهلا ما بتعرف انا قديش بحبك؟ ولك انا بموت عليك. بدي اتاكد. بدك شي بابا؟ أنا رايح. ايمان اقعد شوي. ايوه وهي عدنا. شو في؟ وصلني خبر انه بالفترة الأخيرة كثير عمال تتردد على مكتب عمك. ايه مزبوط، عم بشتغل معه. ايوه وانا آخر من يعلم. لك يا ابني انت ما بتعرف شو في بيني وبين عمك؟ وانا شو دخلني شو في بينك وبين عمي ابي؟ خلصنا بقى، خلصنا. يعني مو معقول وقف بوش مستقبلي كرمال شو في بينك وبينه؟ يا اخي تصالحوا وخلصونا من هالقصه. برافو عليك، هذا اللي كان ناقص. انا اسمع منك كلمتين مشان اتصالح انا واخي. لك يا ابني عمك لو ما له مصلحة بهالفترة وفايت انتخابات وبدي يعمل حاله قدام الناس كبير العيلة، ما منشوف خلقته. يعني بدك تمنعني عن مصالحي مع عمي؟ لك يا ابني الله يرضى عليك، أنا ما بدي أمنعك لا عن عمك ولا عن مصالحك مع عمك، بس مرة تانية لا تخبي علي شيء، فهمت؟ بيبي شايف انه وجودي بحياتك عمل فرق كبير؟ ما عندي شك أبدا حبيبتي، ليكي رح افتح سبيكر مشان ريم تسمعي. تفضلي. ريم انت اعظم مديرة لاعظم حملة انتخابية، مو معقول التفاعلات مع حملتنا الاعلامية. شكرا مدام، شكرا.
هذا اقل شيء ممكن نعمله مع الاستاذ تيم، الاستاذ تيم بيستاهل اكثر من هيك. تيم، قبل ما تسكر السبيكر انت لازم تصرف له مكافأة كثير كبيرة لريم. اي استاذ، حكيت ابوك من شانه؟ شبك معصبة، عدي شوي روقي. لك عدي، بدي ورجيكي فيديو كتير حلو، أكيد رح يعجبك. هات شوف. شرفي بإيدي. ايه لا تستغربي، في مقطع كتير حلو. فاهم؟ شوف الله لا يوفقك يا ابن الحرام، الله لا يوفقك، ليش هيك عملت ليش؟ والله بدي اخلص من تهديداتك الرايحة والجاي، وليكك وعيانة وصحيانة وما حدا قاله عندك شيء، يعني أنا ما جبرتك. الله لا يوفقك، ولك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. أنا شاب بحبك، فخليني رضيان عليكي، هيك لنضل حبايب. فايت عند عمي. لك الله لا يوفقك.